الشحات. تعالوا ورا مني كده. شايفين بقى الخط؟ اللهم صل على النبي. شايفين الخط اهو ورا المكنه عامل ازاي مفتوح؟ اللهم صل على النبي اهو متظبط. يعني ممكن ما يحتاجش تفويض كمان، بس احنا لازم نفوت. التصور بتاعك طلع فوق. ايوه امال ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير وصباح الهنا وصباح السعاده عليكم يا احلى ناس واحلى متابعين قناه كل يوم جديد مع سلا ام محمد. هتقولوا ام محمد بتعمل ايه النهارده؟ فاكرين الزراعه بتاعت زمان؟ بتاعت زمان خالص، زراعه البطاطس اللي هي كانت زراعه بالحصان ولا مؤاخذه ايه البهايم. يعني كنا الاول بنفتح قلب الخطوط ونرمي كده زي ما انتم شايفين كده، بنرمي البطاطس زي ما انتم شايفينها اهي، ونرجع بعد كده في ناس ورا مني بترجع ايه، بترجع زراعه كده. دي زراعه زمان. طبعا ما زرعناش بالسطاره يا جماعه، شويه دومت لان هم شويه اساسا مش مستاهلين. شويه قدامكم اهو حوالي 3 قراريط ولا 4 قراريط. فقلنا ايه، يلا بقى نفتكر ايام زمان كده ان شاء الله، وقلنا يلا نزرعها بايه، نزرعها بالمحرات وبالحصان او بالحمار اللي موجود عندنا. صلى على رسول الله وقولوا عليه الصلاه والسلام. طبعا يا جماعه احنا بنعمل هنا في قيمه على 20، يعني المسافه بين البطاطسايه واختها بتبقى على قيمه ال20. طبعا انا برمي كده، وطبعا ام حسام ورا مني بتنزل زراعه زي ما انتم شايفينها كده، بتقيس لا مؤاخذه على رجلها وتحط البطاطسايه بين البطاطسايه والبطاطسايه يا دوبك ايه، يا دوبك مشط رجليها، عشان خاطر ان شاء الله باذن الله نعمل زي السطاره واحلى من السطاره كمان. عندنا ال4 قراريط دولت يا جماعه مش هيلحقوا، ما لحقوش البصل. طبعا البصل خلاص خلص، وعندنا الشويه دولت كانوا مزروعين بسله، وخلصنا البسله وفركنا الارض بالفراكه، ورجعنا ايه جبنا البطاطس وقلنا ايه اما نخرط ونزرعها بطاطس، لان ميعاد البصل خلص خلاص، ما عادش فيه زراعه بصل. شايفين بقى كده انا ايه بظبط نفسي في الرمي كده زي ما انتم شايفين، ولو في حبايه راحت بعيده عن حبايه طبعا ام حسام ورا مني ايه بتظبط البطاطسايه وتقلبها على وشها وتظبطها. والله العظيم يا جماعه البطاطس ديت احسن من الزراعه اللي هي بتاعت اليومين دول بتاعت السطاره. دي زراعه زمان، الزراعه المحبكه، الزراعه المحبكه، الزراعه اللي انت كنت بتحطها الاول، ولازم تحط البطاطسايه وتحط ايه، وتحط مشط رجليك كده وتزرع على ايه الحته الثانيه تاني برضك، تزرع ورا مشط رجليك على طول. ده يا ام حسام لو عايزنا بطاطس نجيبه. ايه يعني ايه، خليكي على مشط رجليك، اقل من مشط رجليك كمان، اقل من مشط رجليك، احنا رجلنا كبيره شويه. هتبقى شورى عسل ان شاء الله. يا ابو حسام لو انا قلت للناس ان انت عايز تزرع الزراعه اللي انت بتقول عليها ديت هيقولوا زراعه غلط، عشان تبقى عارف يعني. طبعا يا جماعه ابو حسام هنا ظهر المصطبه اهو زي ما انتم شايفين ومتخطط اهو. ابو حسام بقى عايزنا نجيب البطاطسايه كده ونيجي على ظهر المصطبه ونمد ايدينا كده ونحط خرطه البطاطسايه كده، ونرجع تاني نمد ايدينا ونحط بقى بص بقى ننزل ايدينا بقى، ومهما ايدينا تنزل عمرها ما هتجيب غوط قلب الخط اللي انتوا شايفينه دي. بذمتكم الزراعه دي تنفع؟ لازما البطاطسايه تترمى في قلب الخط، وورا منك حد تاني يعدلها ويظبط المقاس على 20 على 22 زي ما انت عايز بقى، ولا ال 25 زي ما انت عايز. اما الزراعه اللي ابو حسام بيقول عليها ديت هتبقى على الوش، وفي نفس الوقت البطاطسايه اللي هتبقى باينه من على الوش هتخضر، وفي نفس الوقت مش هتجيب محصول لان هي هتبقى على وش الارض. لازم البطاطسايه تتحط في قلب الخط كده زي ما انتم شايفين، وتتك عليها عشان ايه، تمد لتحت في قلب الارض من تحت وتجيب طرح. ماشي. بس هم هنا ما لهمش في زراعه البطاطس، احنا لينا في زراعه البطاطس، هم لهم في زراعه البصل. يا الله.
هسقع العظيم هيطلع عينك فيه. يطلع عينك فاه. هو خايف بقى ايه؟ خايف الحمار يا جماعه. المفروض بقى بعد ما نخلص كده، نسيت اقول لكم بردك على النقطه دي، المفروض ان احنا بعد ما نخلص طبعا البطاطس وقلب البطاطس اهو، قلب الخطوط اللي فيها البطاطس هتبقى مكشوف. احنا هنمشي بقى كده نفتح قلب المصطبه ديت، هترمي هنا الناحيه دي موجه وهترمي بردك الناحيه دي موجه، يعني المحرات هيمشي والحمار ماشي كده طوالي. هتيجي جايه ايه؟ هتيجي جايه راميه الناحيه دي موجه مداريه على البطاطسايه، وهترمي بردك الناحيه دي موجه هتردم على ايه؟ هتردم على البطاطسايه اللي احنا زارعينها برضه. ليلى مراد ولا ايه؟ والله العظيم ده. هو بيقول بقى ممكن الحمار ما يمشيش وانا هرجع بقى ادوخ فيه واخد من نص المصطبه الناحيه دي واخد نص المصطبه الناحيه دي، بس انا ان شاء الله هسحب له الحمار وان شاء الله الحمار هو اللي هيرد. اذا ما نفعش بقى هنجيبه جوز حمين ونشتغلوا زي زمان. طب ما الحمار موجود اهو. لا هي مستاهله اصلا جوز حميه. اي نحط عليهم خشبه بقى ونخلوا المحرات في النص والخطوط تمشي في قلب الخط. ده انت كده هتزحف بقى. لا ده شغل قديم ما حضرتهوش. انا ما حضرتهوش. طب ما انا لا. كنت بزرعها. لا هات بطاطس يا سي. الاهم من الشغل ضبط الشغل، اي صح ولا لا؟ الشغل ضبط الشغل. اي ايوه ايه؟ عايزة الطريق. صلى على رسول الله، قول عليه الصلاه والسلام. والله العظيم يا جماعه النهارده كأن احنا في الصيف. في الصيف والله العظيم احنا في طوبه ولا كأننا في طوبه. الدنيا حر نار، حر نار. بصوا يا جماعه، بصوا 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 العرق. شايفين العرق عامل ازاي؟ كله ميه. ذمتكم يا جماعه الزراعه مش كده احسن؟ والله احسن. وبتتمكن من البطاطسايه وبتحط بقى على مزاجك، عايز تضيق بقى، عايز توسع، اللي يعجبك بتعمله. مش بيحطوا لي فوق دار المصطبه وعايزين يحطوا لي فوق دار المصطبه. الزراعه الجديده دي. اتكلمي اتكلمي مش هرد عليك. بتمليني. طبعا يا جماعه ده اخر خطين احنا طالعين بيهم زي ما انتم شايفين كده، اخر خطين. اللهم صل على النبي. احنا جايبينها زراعه. تعالوا بصوا كده كده قلب الخطوط مزروع كلته قدامكم اهو. كده الزراعه قدامكم كلها ايه، وان شاء الله باذن الله، من غير مقاطعه ان شاء الله باذن الله على ما نخلص وهنرجع بقى نركب ايه، نركب المحرات في الحمار وننزل بقى ان شاء الله كده على الخط اللي قدامكم ده. هناخده ايه، هناخده تفتيح. هيقوم بقى يردم موجه هنا وموجه الناحيه الثانيه دي، يعني موجه الناحيه دي هيردم موجه الناحيه دي ويرجع يردم موجه الناحيه دي. ان شاء الله نخلص ونطلع نشرب الشاي عشان الشاي بيتعمل فوق اهو. ياسين اللي بيعمل لنا الشاي ونرجع لكم تاني. والمحرات اهيت وطلع حلو. عشان الارض ناعمه بس. صلى على رسول الله يا جماعه. احنا كده اللهم صل على النبي خلصنا الزراعه وركبنا المحرات بالحمار اهو، وبادئين بقى نغطى زي ما انتم شايفين كده. شايفين اللهم صل على النبي كده بنغطي كده. الغطا شغال اهو على البطاطسايه اهو، ما عادش في بطاطس باينه خالص زي ما انتم شايفين اهو. شايفين البطاطس لسه باينه قدامكم لان دي لسه ما اتغطاش. هناخد بالمحرات ونرجع ناخد ايه، ناخد بالمكنه برضو. شايفين اهو كده تغطيه والبول زي ما انتم شايفين اهي. الله ينور يا ابو حسام. طيب ماشي. بس انا اللي هطرد بقى. ماشي انا اللي هركب المكنه ولا اللي هشتغل بالمكنه؟ ماشي. خلص الاول يا جماعه بالمحرات تغطيه ونرجع تاني بالمكنه عشان نفتح ايه، عشان نفتح قلب الخط للميه بقى ونفوز بقى. صلى على رسول الله كده يا جماعه. شايفين بقى قلب الخط ورا مني بقى زي التركيب بالظبط، وهوريه لكم دلوقتي برضه. بصوا بقى المكنه اللهم صل على النبي واخده قلب الخط فتحات. اللهم صل على النبي. قلب الخط تاني. اوعي. ايوه هش هش. مشي هش هش. همشي حاجه. ايش؟ الشوه ده على فكره
مرة البطاطس اللي باينه دي. ايش يا فيش؟ انزل. سيبيه بقى، سيبيه خالص. ها هو مكتوب للاخر. حمار متعود يا جماعه لوحده، لو حد مشى قدامه بيتخبى. تعالوا ورا مني كده. شايفين بقى الخط؟ اللهم صل على النبي. شايفين الخط اهو ورا المكنه عامل ازاي مفتوح؟ اللهم صل على النبي. اهو متظبط، يعني ممكن ما يحتاجش تفويض كمان، بس احنا لازم نفوت. همشي حق. همشي حق. ايش ايش ايش؟ هنزل خطك يلا. هنزل. ايش الشعب؟ يلا هنزل خطك حق. يلا مشي حق. هطلع. همشي حق. هطلع يلا. وبقى عند الفرده كده يا جماعه عشان لسه ما زرعتش الوساد، لسه هزرعها برضه. واشيل المكنه عشان خاطر ايه الخط بتاع الوساد ما يتبهدلش مني. ايش؟ انزل خطك يلا. هنزل خطك يلا حق. ايش؟ يلا مشي. ايش؟ انا وشويه. انا وشويه. ايش؟ يلا مشي. مشي يلا. خلوني بقى اخلص وارجع لكم تاني عشان خاطر ما اطولش الفيديو عليكم. وعلى ما ارجع لكم تكونوا عملتوا لنا اكبر لايك. هطلع فوق دار المصطبه يا ياسين عشان الخط يطلع مظبوط. هطلع حق. مشي يا ياسين على طول. مشي يا ياسين يلا. كان اخر خط في النص ده. هطلع. اطلع يلا بره. اطلع بره يلا يا ياسين. بس صلوا على رسول الله كده يا جماعه وقولوا عليه الصلاه والسلام. تعالوا بقى عشان اوريكم العمال شكلها شايفين يا جماعه؟ ادي قلب الخط بقى غوط خالص قدامكم زي ما انتم شايفين. شايفين؟ اللهم صل على النبي. كده انا ظبطت الارض كلها اهي، ظبطناها وعلينا المصطبه. شايفين المصطبه بقت حلوه اهي. هنا البطاطس بقى مزروعه في النص. ان شاء الله باذن الله هنعمل الوسايد، وبعد يومين 3 ان شاء الله هنرجع نفوز بقى ونغوط قلب الخط كمان عشان البطاطس كل ردم دي يطلع عليها من فوق. لان البطاطس يا جماعه بتحب ان الردم يغطيها جامد ويبقى على ظهرها، على ظهر المصطبه من فوق. صلوا على الرسول وقولوا عليه الصلاه والسلام. ولو شغلنا عجبكم والنظام القديم احلى من النظام الجديد اكتبوا لنا في التعليقات. يلا حطوا لنا لايك بقى.